يبدأ الفيلم سنة 1969. طفل خطف عقد من الغجريات وجات له لعنة بيسمع أصوات من 3 أيام. بيروح لمعالجة اسمها سندينا وتبدأ تعويذاتها عليه. بيترمي على الأرض وبيقع في حفرة نار وبيسحبه الشيطان اسمه لامايا. وبنروح ل 2009 وتبقى كريستيان شغالة في بنك وبتنافس واحد معاها على وظيفة مساعد المدير. وبتروح لها واحدة عجوزة شكلها مقرف تستسمحها في انهم يستنوا عليها في سداد الاقساط. بتدخل للمدير والمدير بيرفض. بتخرج لها بتقول لها مش هينفع. وبتنزل الست العجوزة على الارض تبوس رجلها وبتزقها. كريستيان بتقع وبتهجم عليها لانها حست بالاهانة. وبعدين تروح للجراج تلاقيها مستنياها في العربية وضربوا بعض جامد وتحاول كريستيان تخلص منها. وفي الاخر بتخلع منها زرار من البلطو وتقول عليه تعويذة اللامايا. وبعديها بتبدأ تسمع أصوات وتروح لواحد بتاع قراية الطالع وبيحذرها من اللعنة. وبترجع البيت بتبدأ تسمع أصوات كتير وبيخوفها. تروح له تاني عشان يقول لها اذبحي قطة عشان تبعد عنك اللعنة. بتذبح القطة واللعنة ما بتروحش وتخوفها اللامايا تاني. وتروح لسان دينا المعالجة الروحانية وتبدأ تستحضر اللامايا اللي بتتنقل من واحد لواحد. والمعزة كانوا جايبينها عشان يذبحوها واللامايا جواها. وبتهرب اللامايا وبتموت سندينا. وبيقول المشعوذ لكريستيان اتبرعي لحد بالزرار اللعنة هتسيبك على طول. وبيحط لها الزرار في ظرف. وبتموت العجوزة وبتروح تتبرع بيه للعجوزة في قبرها. وهي رايحة بيقع منها الظرف في العربية وبتلاقيه. وبعدين تروح المقابر وبعد تعب بتحطه ببقها وبتمشي. وتروح على المحطة عشان تسافر هي وصديقها اللي بيقول لها انت نسيت الظرف ده في العربية عندي. ويطلع الظرف ده فيه زرار. وبتطلع اللعنة لسه موجودة. وبتتصدم وبتقع على القضبان وبيسحبها اللامايا وبيخلص فيلمنا.